ضمن المراجعات السابقة الدورية لاستراتيجيتنا والتحليل المالي كان واضحا جدا أن هذه الأصول متعثرة وكانت تسجل خسائر نقدية كبيرة. يعني كانت تصل هذه الخسائر إلى 3 مليار و400 مليون دولار بين 2022 و2025. طبعا كان بقائها متوقع استمرار هذه الخسائر بحوالي 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، أي ما يقارب 4 مليار خلال دولار طبعا خلال 4 إلى 5 سنوات. طبعا كان هناك خيار آخر وهو خيار الإغلاق الكامل لهذه المصانع، وكان هذا الخيار سيكلف سابق تقريبا 5 مليار دولار كتكاليف إغلاق. طبعا بالتقارب وهو تخارج استراتيجي سوف نتخلص من عبء مزمن ونوقف النزيف النقدي المستقبلي، وطبعا نتجنب التزامات ماليه كبيره الى جانب والاهم رفع كفاءه استخدام راس المال وتخصيص راس المال او الكابيتال الوكيشن.